مرحبا. بدي أحكي كتير بنقطة كتير شاغلت لي بالي، بتخص المعتقلين السابقين عند النظام المخلوع. شو مصيرهم اليوم هدول المعتقلين المحررين؟ يعني هل هن لما نالوا حريتهم هلأ أمورهم تمام وخلص، يعني استكملوا حياتهم بشكل طبيعي مثلهم مثل غيرهم من الناس؟ أنا رح أجاوبكم لأني شفت فيديو لسيدة. بصراحة الفيديو بيحرق القلب. لسيدة ابنها طلع من المعتقل بيوم التحرير، كانت عم تحكي إنه بعد شهر من التحرير، طبعا كان ابنها بحالة صدمة دائمة وما كان أبدا لا بصحة جسدية ولا بصحة نفسية سوية. حكيت إنه ابنها توفى بعد شهر واحد من التحرير. الله يرحمه يا رب ويرحم كل اللي قضوا. بس أتمنى إنه أكون غلطانة، وهدول المعتقلين المحررين ما يكونوا حاليا عايشين يا أما ببيئة غير مناسبة، لأنه الوالدة يلي ابنها توفى بعد ما تحرر حكت إنه هن ما عندهم أدنى مقومات الحياة أبدا. فشي كتير منيح إنه نحن نسلط الضوء على معتقلين لناخدهم يعني نماذج، بس كمان شي ما منيح أبدا إنه يتم الاهتمام فقط بيلي عم بيتم تسليط الضوء عليهم، بينما في يعني عشرات آلاف من المعتقلين المحررين ما بنعرف شي لا عن وضعهم النفسي ولا عن وضعهم الصحي ولا عن وضعهم المادي. أتمنى ما يكونوا عم يستكملوا حياتهم بمشفى باردة وموحشة، أو بين أهاليهم، بوقت أهاليهم مانن مختصين نفسيين ما رح يقدروا ولا رح يعرفوا لا يقدموا لهم الدعم النفسي اللازم، وكمان أصلا ما عندهم استطاعة إنه هن يعيلوهم. اليوم أنا بدي أتوجه بمناشدة لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الطبية منا. أتمنى أنه يتم متابعة المعتقلين المحررين نفسيا صحيا، بالإضافة للمساهمة والمساعدة بإنشاء منظومة صحية بسوريا مسؤولة عن رعايتهم والاعتناء فيهم. بيستاهلوا، هن دفعوا ثمن الحرية اللي نحن عم نعيشها اليوم.